السلام عليكم، أنا حسين وهاي قناتي الثانية. اليوم راح أحكي شوية، أحاول أحكي ويا ضميرك النايم وبعدين شوية أعلمك شلون تبدي. بالنسبة للسادس، إذا أنت طالب سادس مسجل خصوصي، أهلا وسهلا، وخلص الفيديو يشتغل وين؟ أبو الخصوصي ويا أبو المعهد. أنت بس اقرأ، كل عليك تفتهم وتقرأ يومي، خلاص. نيجي الطالب اللي يقرأ باليوتيوب، اللي يقرأ وحده، اللي مسجل دورة بالعطلة ومخلصة هسه، أي شي كان، ترى بقى وقت كلش قليل. يعني أنا يوم من الأيام كنت قاعد هسه بنص سنة أشوف أشو هاي حسبتها، طلع بعد أقل شهر ونص، يعني طلعت لي 50 يوم بالضبط. فقلت هاي الوضعية يعني شوية تحتاج شد، يعني واحد يشد الهمة ويعيف التسخت. فما بقى وقت، لازم تبدي تشتغل. في حال إذا أنت بقيت نفس وضعك، نفس التسخت الراحة، نفس كل شي، راح يعني راح أقول لك راح يبدي الندم يشتغل. راح تبدي اليوم إذا ما بديت راح يصير الندم أكثر، باكر إذا ما بديت راح يصير الندم ضعف، بعد أسبوع إذا ما بلشت راح يصير الندم 3 أضعاف، فراح يبدي الندم يشتغل. فهاي فرصتك الأخيرة. إيش وقت ما قد تشوف هذا الفيديو، إذا بقيت على هذا وضعك يعني اقرأ فاتحة على نفسك، لأن راح تقعد تبكي وتقعد تقول يا رب يعطونا هذوفات وكله من وراهم، مع العلم إنه أكو ناس غيرك بدأت واشتغلت والسنة حقت. فالمطلوب منك هسه تقوم تشتغل. الموضوع صار يعني جدي، بعد صار الموضوع صدق، ماكو شقة. بقى تقريبا شهر ونص على شهر المراجعة، يعني على 1/4. ف1/4 المفروض انت مخلص كل المناهج وتبدي تعيد المناهج. طبعا مو مفروض بس الأغلب هيك يسوي. فإذا بقيت على نفس وضعك راح يعني الموضوع راح يخرب عليك، ما راح تدبرها، واحتمال راح تفكر دور ثاني وبعدين تعيد السنة وتتدمر. فلازم تغير من وضعك. إذا غيرت من وضعك وأخذت الموضوع جدي وسويت خطة ببالك، خطة دراسية، ما تسوي جدول وما تلتزم بيه مثل دائما، تسوي خطة دراسية اللي يصرح أعلمك شلون تسويها، وتبدي تشتغل عدل. بهاي الشهر ونص ايش قد عندك تراكمات، ايش قد عندك منهج ما مخلص، راح يخلص. فلازم تستلاحق لروحك. اذا اشتغلت عدل راح تلحق، اذا ما اشتغلت عدل راح تبدي مثل ما قلت الندم. زين. شلون راح تقعد تشتغل؟ شلون راح تسوي خطة؟ كل اللي عليك تسويه، لا تقعد تسوي جدول ولا شيء، تحدد وتعرف انت شنو عندك، شنو ما مخلص وشنو بقالك، وتجيب يعني تجيب موبايلك، تطلع بيه تقويم مثل هذا. اذا قد تشوفوه مثل هذا، تسوي تقويم. هذا التقويم تجي من يشوف التقويم يطلع الشهر الثاني والثالث. أنا من يوم 10 بديت، يوم 10/2 اللي هو كان أول البارحة، بديت لحد يوم 31/3. هاي الفترة ويا العطلوية هيك تطلع لك كليا 50 يوم. هسه انت راح تشوف الفيديو متأخر، انتظر يومين مثلا، انت كتخطط بيومين. فقلنا راح تبدي مثلا بعد، مثل ما كنت تشوف هذا الفيديو، بقالك 40 يوم. هاي ال40 يوم ترتبها، تجهزها، تشوف شنو بيها. وطبعا راح يبدي تقريبا بيها رمضان، يبدي بيها في شوية وعطل وأكو دوام. راح تسوي خطة دراسية، تفتح الجدول تقويم بموبايلك، بالحاسبة، تكتبه بإيدك، تجيب ورقة وتكتب. المهم تقويم تجيبه حتى تعرف الأيام. تجي يوم يوم أو مادة تكمشها. إيش قد عندك فصول بهاي المادة تكمشها. هاي الفصل سهل نوعا ما، حط له يومين. هاي الفصل 3 أيام، هاي الفصل 20 يوم، هاي الفصل هيج. فراح نبدي مثلا أعطيك، راح نبدي بالرياضيات والأحياء، وناخذ العربي ومثلا الإنجليزي. خلينا نحكي على ذي المواد. بالأحياء مثلا أنا عن نفسي، الفصل الثالث كله والأول والثاني كله ماخذيه بالمدرسة ومخلصين. يبقى الفصل الثالث بيه كم فد موضوع ما أخذناهن، خصوصا من وراء الحذف. المواضيع ما أخذناهن. هذني مواضيع عيفهن، لا تقراهن ويا المدرسة، فبالتالي لا تحطهن بالجدول، راح يصيرن ويا ما تبقى من الدوام. وإذا أنت مسوي انتساب لا، ما عليك بالحكي، وسوي نفس الباقي، نفس باقي المواد. وقالك الفصل الرابع والخامس، تريد تبدي بالرابع أو بالخامس بكيفك. أنا عن نفسي بديت بالخامس. الخامس بهاي ال50 يوم اللي أنا أخذتها، أنت راح تكون عندك 40 يوم، يعني قلل 10 عادي. فبهاي ال40 يوم أنا حطيت 30 يوم للوراثة. يعني 30 يوم كاملات، شهر كامل أنا المفروض أخلص الوراثة تماما. و10 أيام للفصل الرابع، 10 أيام للفصل الرابع كلش زايد. و30 يوم شهر كامل للوراثة هم كلش زايد. طبعا أنت 30 يوم مو كلهن راح أقرأ بيهن، لأنه
يوم أقرأ غير مواد، ويوم عطلة، ويوم مدري شنو، يوم ما بيه حيل، ويوم ماكو وقت. فتقريبا 30 يوم. من هاي 30 يوم كم يوم راح أقرأ الوراثة؟ إذا قريت ويا المحاضرات ويا كل شي، قريت مثلا يعني بال30 يوم قريت 15 يوم نصها، وكل مرة قريت بيها ساعة، يعني 15 ساعة يخلص. يعني مو مضبوط 100% بس يخلص، وهذا المطلوب يخلص. وأي شي زايد بعد بشهر المراجعة راح أرجع أعيده، فبالتالي راح أرجع أضبطه أكثر. هاي من غير بالمدرسة هم يجوز ناخذه، فهم راح يعني أضبطه أكثر. طبعا بالمدرسة أنت لا تعتمد على أي شي، بس اعتمد على الفضلات الزايدة من نص السنة، اللي هو تقريبا الفصل الثالث. إذا خلصته ممتاز، إذا ما خلصته التخليصة مالت النهاية ويا الفصل الثالث ويا المدرسة يعني. فهني عندي الفصل الثالث بالرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، كل ذني المواد بالفصل الثالث بقى موضوعين بي. فذني المواضيع كلها راح أخلصهن ويا المدرسة، ما أقراهن، وإنما بالمدرسة. أنا وبالمدرسة أستغل الوقت، المدرس من يشرحن أفتهم وياه، من أرجع البيت أقرأ نص ساعة هيجي أفتهمن وأمشين. ونجي على الرياضيات نفس الشيء، بقى لنا التكامل وفصلين. التكامل هم راح يصير 30 يوم، وفصلين 5 ب5. نعطي 5 أيام للهندسة الفضائية، هي عبارة عن حفظ، فأنت بس تطلع عليها افتهمها وتحفظها بشهر المراجعة. أو إذا تقدر تحفظها هسه وراح تنساها، بس عادي احفظها هسه وشهر المراجعة ترجع تحفظها من جديد. وعندك المعادلة التفاضلية 4 أيام زايد عليها، بس أنت تعطيها 5. تقول مثلا أنت 4 أيام مو كلهن راح تقراهن، يعني جزء من 4 أيام تقرا يومين. فأهم شيء بالخطة الدراسية تحط موعد نهائي يسموه ديدلاين، اللي هو يعني الموعد هذا آخر موعد لازم أخلص المنهج، أخلص هذا الموضوع. فتقسم. فالتكامل والوراثة شو وقت إذا تخلصهن قبل 10 أيام من شهر الرابع. فبالتالي أنت خلصت دني، بقى لك باقي الفيزياء، باقي الأحياء والرياضيات سهل اللي وطيناه 10 أيام. نيجي مثلا على العربي مثلا أنت أكيد واصل للتقديم والتأخير، أو حتى لو واصل للنفي خلينا نقول، بقى لك كم موضوع؟ 4 لو 3. إذا يعني التوكيد بقى ويا الحذف إجا تقريبا 5 مواضيع قول بالزايد. يعني التوكيد شوية ياكل هواي من الوقت، فالتوكيد انطيه يعني تقريبا 20 يوم. بقى لك 20 يوم، فتحط 10 ب10. إذا أنت عندك 4 مواضيع حط مثلا النداء قصير، والتعجب شوية يحتاج لوقت، فالتعجب حط له 10 أيام. وبقى لك 10 أيام حط 3 للنداء و7 للمدح والذم وهيج. أو التوكيد مثلا أقرأ ويا المدرسة، لأن أنت مثلا مخلص المدح والذم، أقرأ التوكيد ويا المدرسة، وبنفس الوقت حط له في 10 أيام. و10 أيام تعجب، 10 أيام مدح وذم، 10 أيام النداء. فراح يصير فهيج. أنت قسم المواضيع حسب الصعوبة، حسب الطول المنهج، حسب أنت يعني شوف ايش قد. يعني إذا شفت الورق هالكبرها حط له وقت هواي، إذا شفت الموضوع هالكبرة يعني بالملزمة أو بالكتاب حط له قليل، وهكذا لكل المواضيع. بالنسبة للإنجليزي نفس الشيء، حط له شوف لك كل يونت، مثلا يونت الخامس وحطه ويا المدرسة، أو مثلا اليونت الرابع والثامن حط له يومين كل شيء قصار ويجي. الكيمياء مثلا بقى لك فصل رابع للثامن، الثامن يومين يخلص، يعني بنهاية شهر الثالث حط له آخر يومين تقرأ تقرأ الفصل الثامن، خلصنا منه. الفصل السابع حط له 7 أيام، والفصل الخامس والسادس حط له 10 ب10. ويبقى لك الفصل الرابع والخامس قسم باقي الأيام، وتقدر همين الرابع تقرأ ويا المدرسة. طبعا المدرسة اللي أنا أقصد بيها المدرس من راح يشرح لك، أنت المفروض تنتبه. فبالتالي من ترجع للبيت يعني ما تحتاج تفهم محاضرة باعتبار أنت افتهمت، حتى أدري شرح تعبان، أدري هوسة وما يشرح كل شيء، بس الباقي اقرأ بالملزمة. أنت المهم تفتهم والباقي تحفظه. ما تحتاج أنت ترجع تسمع محاضرات جديدة وتفتهم من جديد بس بشكل أفضل، ما تحتاج. أنت فهمت خلاص اقرأ على الملزمة راح تفتهم كل شيء. إذا وقف عندك فد معضلة روح ابحث، إذا ما وقف كمل، ماكو داعي يعني أنت يعني أنت المحاضرات مال يوتيوب تشوفهن حتى تفتهم، إذا أنت مفتهم ماكو داعي تشوفهن. أوكي، فهاي فكرة يعني تحطها ببالك. فبالتالي راح يصير عندك 40 يوم، إذا بديت اليوم راح يصير عندك وقت أكثر، إذا أجلتها راح يصير وقت أقل. كل ما تبدي أوكت كل ما تلتزم كل ما أحسن. وهاي المواضيع كلها الفيزياء إذا بقى لك 7 مواضيع أو 7 أفصل، طب إذا ضبطت الأول 3 تمام. الفصل الرابع حطه ويا المدرسة،
وإذا أبو المدرسة عافة فحط الفصل الخامس ويا المدرسة وأنت اقرأ في الرابع، لأن احتمال يجوز المدرس يسخت ويعيفه يقول لك مو مهم. فالفصل الرابع والتاسع إيش قد تحتاج لهن؟ 3 أيام بالزايد، فهاي 6 أيام لذني فصلين. العاشر 7 أيام، الثامن والسابع شوف لهن 8 ب8، والسادس والخامس انطي وقت الأكبر. وهيك يعني قسم، يعني التاسع أنت مبين هالكبرى هيك هالقدوته كل شي ما بي بي شوية ملاحظات، يعني يومين كل شي خلاص وهيجي خلص كل المواد. بهاي الطريقة راح تقدر تستلاحق روحك وتضبط المادة، وكل ما يعني تلتزم أكثر إنه بالدراسة وبالقراية كل ما راح تسهل عليك وتضبط أكثر. طبعا بالنسبة للأدب أنت إذا مخلص 5 وحدات ممتاز، ويبقى لك 5 وحدات ب40 يوم، قسم 5 على 40. أنا عندي 50 يوم، قسمت كل وحدة أنطيها 10 أيام. طبعا الوحدة شنو بيها؟ بيها موضوعين أو موضوع واحد، فتقراهن والبقى المسرحية والمقالة وذني أقراهن كل يعني كل أسبوع حط مثلا وحدة كاملة. أنت دائما الأدب أقرأ مثلا صفحة باليوم أو هيك. فبهاي الحالة راح تقدر تخلص مواد. أدري الموضوع طويل وهذا الشيء طبيعي، ترى مو بسبب الحذوفات، ترى يعني حتى العام وكل سنة من نوصل ورا نص سنة بعد نقوم نركض هيك. شايف واحد مستعجل يركض بس يركض وماكو أي مشكلة. هاي مو بسبب طول المنهج ولا بسبب ماكو حذوفات، هاي شيء طبيعي يصير الطلاب السادس من بعد نص سنة ماكو وقت ويبدون بشهر المراجعة. وطبعا طول المنهج راح يكون فقط بالكيمياء وفقط بالفيزياء، هذين المواد الاثنين. وطبعا الأحياء هم طويلة، العربي انحذفت والأحياء تقلصت همينة، يعني تقلصوا شوية الوراثة نقص منها، وعندك الفصل الثالث نقص منه. فحاليا المنهج يحتاج تقليص فقط في الكيمياء والفيزياء أهم شيء، أما باقي المواد ما تحتاج أي تقليص وما تحتاج ولا طويلة وتكفي الوقت. بس شنو لازم تقرأ. إذا أنت مسخت وتقول نريد حذوفات وهي مستحيل تجي الحذوفات مستحيل تخلص. فالمنهج حاليا ما عندك أي عذر، لا تقول صعب هاي، لا تقول صعب ولا تقول طويل ولا تقول ما بيحذف، هاي كلها أعذار. ما أدري أنا أقول لك، يعني الفيزياء طويلة والكيمياء طويلة، الأحياء كانت طويلة هسه شوي صارت هي بعدها طويلة بس صارت أخف شوية، والعربي همينه صار كلش سهل كقواعد لن تقلص. الأدب شوي كان لازم يحذفون منه بس ما حذفوه. المهم فبهيج طريقة راح تقدر تخلص المنهج. الموضوع طبعا الحكي أسهل من الفعل، أنت لازم تسوي الخطة، أخذ يوم كامل سوي الخطة وحاول يعني تقرأ. مثلا اليوم قريت رياضيات، يعني باكر لا تقرأ رياضيات، أقرأ غير مادة، أقرأ إسلامية، ووراها بيوم أقرأ هيك. فخلي دائما باليوم الأدب أساسي، كل يومين تقرأ شوية منه، وتقرأ يوم رياضيات باكر لا تقرأ رياضيات، عقب باكر أقرأ رياضيات هيك بين يوم ويوم. واليوم الثاني حط مثلا أقرأ أحياء، وشوف حسب تقدمك. يعني إذا تقدمت هواي بالرياضيات عيفة وشوف مادة ما تقدمت بيها، مثلا أول شي الفيزياء تقدم بيها وهيك شي حتى تقدر توازن. أهم شي يكون عندك مثل باك جراوند، يعني تطلع هيك مثل نظرة خارجية للموضوع هيك، وتعرف انه هنا راح يخلص وهنا. واهم شيء تسجل بالتقويم مثل ما قلت لك موبايلك سجل ملاحظات، يوم هذا اخر موعد اقرا به هيك، هذا اخر موعد. وبهاي الحالة راح تقدر تخلص. وفي حال إذا يعني باكر المفروض أنت آخر يوم تقرأ فيه التوكيد بالعربي وأنت ما مخلصه، بالتالي شو تسوي؟ تذب كل المواد اللي بيدك تقرأ التوكيد لحد ما تخلصه، لأن باكر آخر يوم. ووراها اليوم الثاني من تخلص التوكيد ارجع على موادك الثانية وابدي بالنداء همين. فبالتالي يعني دائما حتى هذا الديت لاين تحطه، حتى هذا آخر موعد تقرأ بيه هذا الموضوع. خلص إذا فات هذا الموعد وأنت ما خلصت تعيد كل شي بيدك وتقعد تخلصه. يعتبر مثل ما هسه أنا مو عندي فيديو لازم يوم الجمعة أكمل الفيديو، إذا ما كملت الفيديو لازم أعتذر من المتابعين، أقول لهم اليوم ماكو فيديو وأطلع أعذار. أو مثلا ما انشر فيديو واغلس ويجون يقولوا لي ها وينه وما ادري شنو. فاكو ناس يعني راح تعاتبني اذا ما نزلت فيديو. طبعا هو مو شرط اني انزل فيديو، بس اني لزمت نفسي، حطيت موعد انه الجمعه اخر موعد تسليم لازم اسلم فيديو، لان اكو ناس قاعده تنتظر. هاي نفس الموضوع استخدمه انه اخر موعد تخلص بيه المنهج هو يوم 31/3. طبعا في حال اذا ما خلصت المنهج او شفت هاي الفيديو متاخر او صحيت متاخر او عندك منهج كلش طويل بعدك انت ما مخلص حتى الفصل الثالث، بهيج حالة يعني أوصل للنص الرابع، يعني يوم 15/4 أبدي شهر المراجعة. ويعني أنت يفضل إنه تستعجل، لأن شهر المراجعة أهم من هذا راح تقرأ، باعتبار إنه شهر المراجعة هي إذا قريت بها 16 ساعة
هي اللي راح توصلك يعني لل100، لأن أكو ناس ما قرأوا بس بشهادة مراجعة وطلعوا، بس قرأوا قراية صدق مو يعني تسخت. فبالتوفيق أنا ما أحب أخوفك وأقول لك ترى ماكو وقت وما تلحق، أكو وقت كوما. إذا أنت بعدك ما مخلص أي شي تقدر تخلص، بس إذا أنت بعدك ما مخلص وراح تقضي الوقت بالتسخت وبالفيديوهات وبالتضييع الوقت وعلى الموبايل، أنا أقول لك ما تلحق لو نعطيك 100 سنة ما تلحق. لازم تصحى على روحك، تاخذ الموضوع بشكل حقيقي، الموضوع صار صدق. تتوكل على رب العالمين وتسوي خطة يوم يومين وتبلش الخطة شوية تمشي عليها أسبوع، شفت أكو مشاكل عدلها، ماكو مشاكل كمل دوس هيك بنزين ونطلع. قبل حد ما تخلص منها هي بقت شهرين شوية تقرأ بيها تخلص مناهج، وتبقى لك شهرين شهرين مراجعة. هاي المراجعة لازم يعني لازم تشد حيلك، تشده 3 مرات هيك يعني. فلازم بشهر المراجعة ذي شوي راح يكون الموضوع يعني صعب، لازم نقرأ بيه، لأن هذا الموضوع هو الشهر هذا راح يحدد إذا راح تطلع لو ما تطلع. بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله أشوفكم فيديو جاي، والفيديو الجاي اللي أشوفكم بيه تكونون بادين وتدرسون. فكل ما تبدي أسرع كل ما تقلل الندم، لا راح تندم هواي حتى لو بديت هسه هم راح تندم، بس راح تندم قليل يعني. راح تندم ليش اليوم ما بديت. المهم ما أطول عليك الفيديو. حاول تقلل مقدار الندم، كل ما تبدي أسرع كل ما الندم أقل، كل ما تتأخر كل ما الندم أكثر. فلا تحاول يعني توصل لمرحلة تندم بيها، لأن أنت ما تعرف شعور الندم. الوحيد اللي يعرف شعور الندم هو الشخص اللي تندم على شيء ما سواه. بالتوفيق، أشوفكم فيديو جاي. من هسه طفي الفيديو، روح سوي الخطة وقسم موادك وابدي بيها من باكر. بالتوفيق، مع السلامة.